أتدرون من المفلس؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يسأل هذا السؤال للصحابة فيتأدبون في الجواب. قالوا: المفلس فينا من لا درهم لديه ولا دينار. هذا الذي نعرفه، لكن نريد أن نتعلم منك. فقال عليه الصلاة والسلام: المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام، أعمال عظيمة بينهم وبين الله، لكن يأتي وقد ضرب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا بينه وبين الناس، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، بدأ يفلس. فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم وطرحت عليه وطرح في النار. حق الناس المعاملة الحسنة. عليه الصلاة والسلام يقول: رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. المعاملة الحسنة مع الناس.